بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله ده مراجعة هندسة تانية اعدادي. بص يا سيدي، بقول لك اذا كانت طول قاعدة متوازي الاضلاع 7 والارتفاع 4. قال لك ان القاعدة دي ب7 والارتفاع 4. عايز المساحة بتساوي الايه؟ القاعدة في الارتفاع، يعني اضرب 7 في 4 يطلع معاك 28. طيب اللي بعد منها بيقول لك اذا كانت المساحة بتاعت متوازي الاضلاع 35. المساحة دي يا باشا 35، وبيقول لك احد اضلاعه، يعني القاعدة احد اضلاعه 7. عايز مين؟ عايز الارتفاع ده بيجي ازاي؟ مساحة على القاعدة، شاطر، يعني 35 على 7 فيها 5. اللي بعد منه بيقول لك متوازي اضلاع فيه ضلعين متجاورين 5 و7، يعني دول القاعدتين. اداك ارتفاعه الصغير ب4. اداك الارتفاع الصغير، يبقى اضربه في انهي قاعدة؟ في دول القاعدة الكبيرة، شاطر، يبقى اضرب 4 في 7 ب28. إذا كان طول ضلعين متجاورين 6 و7. اداك ارتفاعه الكبير، شاطر، الكبير، يبقى اضربه في انهي قاعدة؟ في الصغيرة، اضربه في القاعدة الصغيرة اللي هي مين؟ 6. يبقى اضرب 5 في 6 بكام؟ 30. اداك ارتفاعه الصغير، يبقى عشان اجيب المساحة اضربها في القاعدة الكبيرة، يبقى المساحة 4 في 9 ب36. بس هو مش عايز المساحة، ده عايز الارتفاع الايه؟ الكبير. يبقى تقسم 36 على الرقم التاني، يبقى اقسم 36 على 6 يطلع 6. 36 على 6 فال6. الراجل بيقول لك مساحة المثلث مالها ومال مساحة متوازي الأضلاع المشترك معاه في نفس القاعدة؟ نصها. طيب النسبة بين مساحة متوازي الأضلاع إلى المثلث المشتركان في نفس القاعدة. متوازي الأضلاع كبير عن المثلث، يبقى 2:1. طيب بيقول لك عندنا متوازي أضلاع وفي مثلث أهو مساحته 35، أكيد هما مشتركان في نفس القاعدة. طيب المثلث 35، يبقى المتوازي بقى اللي أكبر منه هيبقى بكام؟ شاطر، هيبقى قده مرتين، هيبقى 70. رسم الرسمة دي، بقول لك المتوازي الأضلاع مساحته 24. حلو، كل المتوازي 24. عارف ده هو لوحده هياخد هياخد النص، يبقى هياخد 12. عارف المتوازي كله كان كام؟ كان كله 24. ده خد كام؟ ده خد 12. اتفضل كام؟ اتفضل 12. اتفضل 12، يبقى ده 6 وده 6. شوفوا عايز ايه بقى؟ عايز مساحة المثلث مين؟ ألف بقى هاء، ألف بقى هاء، ده هو 6. طب تعالى، يعني لو أنا قلت لك المتوازي كله ب40. كله ب40، ده كلته ب40. ده بكام؟ ب20. اتفضل 20. ده ياخد 10 وده ياخد 10. بقول لك مثلث، مساحة المثلث نص القاعدة في الارتفاع. طيب هو قال لك القاعدة ب12، انت يا قاعدة ب12 والمساحة 48. المساحة 48. عايز ايه بقى؟ عايز الارتفاع. الارتفاع يا حبيبي بيساوي ايه؟ المساحة على القاعدة ولا على نص القاعدة؟ على نص القاعدة. المساحة على نص القاعدة. المساحة اللي هي كام قلنا؟ 48 على نص القاعدة. نص 12 6. 48 على 6 فيها 8. المثال اللي بعده يقول لك مثلث مساحته 24. تعال نجيب القانون بتاع المثلث ده. يقول لك مثلث مساحته 24، انت يا مساحة ب24 وارتفاعه 8. عايز ايه؟ عايز القاعدة. طب القاعدة بتيجي ازاي؟ المساحة على الارتفاع ولا على نص الارتفاع؟ على نص الارتفاع. المساحة على نص الارتفاع. المساحة اللي هي كام يا سيدي؟ احنا كنا فين؟ احنا كنا هنا. المساحة اللي هي 24 على نص الارتفاع. نص الارتفاع، نص 8 4 و24 على 4 فيها 6. عايز مساحة ايه؟ ده المستطيل. مساحة المستطيل طول في عرض. طول في عرض يعني 6 في 4 ب24. مساحة المستطيل ده ب24. طب عايز مساحة الايه؟ المثلث. مثلث نص القاعدة في الارتفاع. نص القاعدة نصها 6 في الارتفاع اللي هو 4. 6 في 4 ب24. ده ب24 وده آخر ب24، يبقى ايه؟ يساوي متوسط المثلث يقسم سطحه لمثلثين مالهم متساويان في المساحة. متساويان في المساحة. بقول لك ألف باء جيم
في مثلث اسمه ألف باء جيم. ادي مثلث اهو، ألف باء جيم. دال في نص باء جيم، دال في نص بقى. شايف باء جيم ده؟ دال في النص بقى، دال في نص، دال في النص كده. ماشي، دال في النص. شوفوا بقى عايز ايه. المثلث ألف باء دال، ألف باء دال ده اهو، وألف جيم دال ده. مالهم؟ أكيد قد بعض، يبقى مالهم؟ متساويان في المساحة. طيب نخش على الحاجات المهمة. تعال نشوف الحاجات المهمة. مساحة المربع الذي قطره 6. مساحة المربع نص في القطر في نفسه، يعني نص في القطر في نفسه. نص في 6 في 6، في آلة حاسبة تطلعها لك 18. مساحة المربع ب50. عايز القطر. القطر بتاع المربع بيساوي جذر 2 في المساحة. جذر 2 في المساحة، جذر 2 في المساحة يعني جذر 2 في 50. عارف 2 في 50 بكام؟ ب100. طب جذر 100 كام؟ 10. مساحة المستطيل طول في عرض. ما كلمة بعددة اهي يعني طول وعرض. طول في عرض يعني 5 في 3 15. يقول لك معين قطره 6 و8. عايز مساحة المعين نص في القطر في القطر، نص في القطر في القطر، يعني نص في 6 في 8، يطلع 24 بالآلة الحاسبة. طيب سيبك من دي، تعال نخش ده. قطرة شبه المنحرف لمستوى الساقين مالهم؟ قطران شبه المنحرف متساوي الساقين بيكونوا، ده شبه المنحرف لمستوى الساقين، ده القطر وده القطر. هل يا ترى متطابقان؟ هل متوازيان؟ هما بيكونوا قد بعض. القطر ده بيكون قد القطر ده. طب يا استاذ، هو القطر ده قد ده يعني ايه؟ يعني متطابقان. بقول لك شبه منحرف قاعدتيه 6 و8. عايز القاعدة الوسطى. القاعدة الوسطى دي بتساوي نص مجموع القاعدتين. نص مجموع القاعدتين نصهم 6 و8 14. نصهم بقى، نص ال14 كام؟ 7. طيب مساحة شبه المنحرف. قلنا مساحة شبه المنحرف بتساوي القاعدة الوسطى، القاعدة الوسطى في الارتفاع. دلوقتي وقال لك القاعدتين 8 و12 والارتفاع 6. اداك الارتفاع 6 والقاعدتين 8 و12. عارف 8 و12 كام؟ 20. نصهم كام؟ 10. يبقى الوسطى ب10. الباشا عايز المساحة. المساحة قاعدة وسطى في ارتفاع يعني 10 في 6 يطلع 60. طيب نفس المسألة بقول لك شبه منحرف مساحته 48. مساحته 48 وقاعدته وارتفاعه 6. عايز القاعدة الوسطى. الوسطى دي بتيجي ازاي؟ مساحة على ارتفاع. مساحة على ارتفاع يعني 48 على 6 يطلع 8. طيب يقول لك ألف باء جيم ده المتوازي أضلاع. قاعدتين اهم، ارتفاعه الصغير اهو. عارف لو عاوز المساحة هضرب الارتفاع الصغير ده في القاعدة الكبيرة، يبقى نضرب 4 في 10 فيطلع كام؟ 40. عارف بقى هو عايز الارتفاع، نقوم جايين قاسمين 40 على الناقص ده، 40 على 5 فيها 8. عايز مساحة متوازي الأضلاع. مساحة المتوازي بتساوي القاعدة في الارتفاع. القاعدة اللي هي كام؟ 8 في ارتفاعها 3 و8 في 3 بكام؟ ب24. بقول لك سطحة متوازية يعني 2 متوازي أضلاع مشتركين في نفس القاعدة هيكونوا مالهم؟ متساويان في المساحة. متساويان في المساحة. طيب متوازي الأضلاع مساحته 48. مساحة المتوازي قاعدة في ارتفاع. بقول لك مساحته 48 والقاعدة 12. عايز ايه؟ عايز الارتفاع. الارتفاع ده بيساوي ايه؟ مساحة على القاعدة. مساحة على القاعدة 48 على 12 عارف يطلع كام؟ 4. مساحة المثلث بتكون نص مساحة المتوازي المشترك معه ايه؟ في نفس القاعدة. والمحصور معه بين مستقيمين متوازيين أحدهما يحمل القاعدة. مثلث قاعدته 8 وارتفاعه 5. عايز المساحة. مساحة المثلث نص القاعدة في الارتفاع، نصها في الارتفاع. نص 8 4 في 5 ب20.
طيب بيقول لك مثلث مساحته 15 وارتفاعه 3، عايز ايه؟ عايز القاعدة. عارف القاعدة بتاعت المثلث بنجيبها ازاي؟ المساحة على نص الارتفاع. عارف القاعدة ده بتيجي ازاي؟ القاعدة ده اجيبها ازاي؟ قول لي كده، القاعدة بتيجي ازاي؟ المساحة على الارتفاع ولا على نص الارتفاع؟ المساحة على نص الارتفاع. شاطر. يبقى القاعدة بتيجي ازاي؟ المساحة على نص الارتفاع. المساحة 15 على نص الارتفاع، يعني على 3 ولا على 1.5؟ على 1.5، يطلع معاك ب10. في آلة حاسبة. يقول لك في متوازي أضلاع مساحته 100. متوازي أضلاع مساحته 100. متوازي أضلاع ده مساحته 100. عايز مساحة المثلث مين؟ ألف باء جيم. ألف باء جيم. تعال نشوف كده. ألف باء جيم ده اهو. هيطلع 100 ولا يطلع 50 بقى؟ 50. بيقول لك المثلثان المرسومان على قاعدة واحدة ورأسهم نفس القاعدة، يعني متساويان في المساحة. المثلثات اللي قواعدها مالها متساويان في المساحة. سهل، ده كله سهل. عايزين نشوف المقالب بقى، او تعالى هنا. امتى المضلعان يكون متشابهان؟ لو الزوايا متساوية، ولو الأضلاع متناسبة. جميع المضلعات التي لها نفس العدد من الأضلاع وتكون منتظمة مالها متشابهة. جميع متشابهة. المربعات كلها متشابهة. لو نسبة التكبير بكام يطلعوا متطابقان؟ لو نسبة التكبير بواحد. المضلعان المشابهان لثالث مالهم متشابهان. مضلعان متشابهة. النسبة بين الضلعين المتناظرين 3:5، يبقى النسبة بين المساحة المحيطين 3:5. مضلعان النسبة بين الضلعين 1:3. 1:3. ومحيط الأكبر 45. الأكبر أحطه تحت 1 ولا تحت 3؟ تحت 3. محيط الكبير حطه تحت الرقم الكبير. عايزين السين ده هيبقى قد كام؟ 1/45 على 3. عشان تجيب السين هتجيبها ازاي؟ 1/45 على 3 يطلع 15. تاني اهو. هو قالك النسبة كام؟ 1:3. قالك محيط الكبير 45. احط 45 تحت مين فيهم؟ تحت الكبير. وهنا سين. السين اجيبها ازاي؟ 1/45 على 3 يطلع لك 15. يتشابه المثلثان لو الأضلاع متناسبة. لو الأضلاع متناسبة. سهل، ده سهل. أو تعال نشوف دي كده. يقول لك ألف باء جيم يشابه ده الهاء واو. ألف باء بربع ده الهاء. ألف باء بربع ده الهاء. يبقى محيط المثلث ألف باء جيم ماله مال ده الهاء واو؟ ربعه برضه. هو كمان ربع. طيب يا سيدي، بص يابا، لما يكون في تشابه بتكون زاوية س قد زاوية د، زاوية ص قد زاوية ه، زاوية عين قد زاوية واو. طيب هو الباشا اداك زاوية س بكام؟ ب40. زاوية س ب40، يبقى زاوية د بدون تفكير ب40. طب هو قالك النسبة بين الضلعين 2:1، ملهاش أي لازمة، ادالك عشان يلخبطك. لو الراجل اداك زاوية س ب40 اعرف ان زاوية د بكام؟ ب40. نسبة التصغير يعني ابدأ بالصغير للكبير. 5/10. 5/10 دي في آلة حاسبة تطلع لك نص. الباشا اداك زاوية ص ب60. اداك ص دي ب60 واداك جيم ب40. وقف بقى كده شوية. ص دي قد باء، يبقى باء هي كمان ب60. وجيم قد عين، يبقى عين هي كمان ب40. طب مجموع زوايا المثلث كام؟ 180. حضرتك خدت منها 60 و40، يعني خدت 100. عارف تفضل كام؟ 80. يبقى ألف رقرة بكام؟ 80. هو عايز ايه؟ عايز س اللي احنا جبناها بكام؟ 80. في 1 تربيع بيساوي 2 تربيع، يبقى المثلث ده قائم. قائم فانهي زاوية؟ قائم في اللي ناقص ده. ناقص ده مين؟ باء، يبقى قائم في باء. يبقى زاوية باء دي تكون ايه؟ قائمة.
طول مسقط قطعة مستقيمة على مستقيم معلوم مالها ومال القطعة نفسها أصغر أو يساوي. لو مسقط قطعة مستقيمة كان نقطة، يبقى القطعة المستقيمة دي كانت ايه؟ كانت عمودية. يقول لك عمودة، ده عمودي على ده عمودي. عارف عمودي يبقى مسقطه هيكون ايه؟ نقطة. هي دي نقطة؟ لا. هي دي نقطة؟ لا. هي دي نقطة؟ لا. هي دي الوحيدة اللي نقطة، هي دي اللي صح. تاني كده، مسقط ألف باء على باء ج، وعايز مسقط ألف ج على باء ج. ألف باء عمودي على باء ج، ألف باء عمودي على باء ج. عايز مسقط ألف ج، لا ده عايز حاجة تانية يا أولاد معلش. عايز مسقط ألف ج على باء ج. ألف ج، عايز مسقط ألف ج اللي باللون الأزرق ده على باء ج دي. ج كده كده على الحصيرة، نزل بقى ألف على الحصيرة، ألف تنزل عند باء، يبقى الناتج باء ج. يقول لك عايز مسقط ألف باء على باء ج. باء ج من الحصيرة اهي، عايز يسقط ألف باء. باء كده كده على الحصيرة، نزل بقى اسقط ألف باء، ألف هتنزل عند مين؟ عند دال، يبقى الناتج باء دال، باء دالة. طيب حتة السؤال للأذكياء دلوقتي، السالب ج باء تربيع شيلها من هنا واديها موجب ج باء تربيع. موجب ج باء تربيع. واحد يساوي اتنين، يبقى كده المثلث ده قائم. قائم في مين؟ شفت الكبير ألف ج ناقصه مين؟ باء. قائم في باء، قائم في باء، قائم في باء، قائم في باء. بيسأل عن زاوية ايه؟ باء. زاوية باء مالها؟ قائمة. عارف يعني ايه ألف تتمم ج؟ يعني مجموعهم 90. مجموعهم 90، مجموعهم 90 يعني ده مثلث قائم. قائم 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 يعني أكبر ولا أصغر ولا يساوي؟ يساوي. بيقول لك الأضلاع دي تصلح أن تكون مثلث حد ولا قائم ولا منفرج. ربع الكبير وربع الصغيرين، وشوف ربع العشرين، 20 تربيع ب400. ربع الصغيرين 13 في 13 169، وحداشر في 11 121. هيطلع معاك 9 و1 10، 6 و2 8، 1 9، 1 و1 2 1 1 2، طلعت 290. ده أكبر منهم. أكبر منهم يعني المثلث ماله؟ منفرج. بيقول لك شوف مين. ربع الكبير هيطلع 100، ربع الصغيرين 6 في 6 ب36، 8 في 8 ب64، هيطلع نفس 100. يبقى المثلث ده قائم. قائم فين؟ في اللي ناقص الكبير. الكبير ألف جيم، يبقى ناقصه مين؟ ناقصه باء. شوف بقى الحاجات السهلة دي، السؤالين ده هم عبقرة. واحد فيهم منفرج وواحد حاد. أعرفها منين؟ بص يا حاج، ما تتخدعش بيساوي، ما تتخدعش باليساوي. بص يا سيدي، انا قلتها لك مرة في الدرس وهقولها لك تاني. اللي تلاقي معاه ناقص منفرج، اللي تلاقي معاه زائد يبقى حاد. من الاخر، اللي تلاقي معاه ناقص منفرج، اللي تلاقي معاه زائد حاد. يتشابه المثلثان لو ايه اللي كانت متناسبة؟ الاضلاع. طب لو ايه اللي كانت متطابقة دي يعني متساوية. لو ايه اللي كانت متساوية متطابقة؟ الزوايا. لو نسبة التكبير كانت بتساوي 1 يبقى المثلثان دول مالهم؟ متطابقان. سهل الكلام ده كله. تعال نشوف الأسئلة ده. طول مسقط قطعة مستقيمة مالها؟ موازية. أكبر ولا أصغر ولا يساوي؟ يساوي. مسقط نقطة تنتمي للمستقيم، يعني على المستقيم هي نفسها، على الحصيرة نفسها. مسقط نقطة على السينات يبقى الصاد بصفر والسين بكام؟ ب5، يبقى الصاد بصفر والسين ب5. مسقط نقطة على السينات يبقى الصاد بصفر والسين رخرة بكام؟ بصفر، يبقى هي النقطة صفر وصفر. سهل الكلام ده كله. كفاية علينا الفيديو بتاع أكمل كده، والفيديو اللي بعده هيبقى مسائل.